تخيل معايا وسط واحد الجنازة في مقبرة، الناس واقفين، كاين اللي كيبكي، كاين اللي كيقرا قرآن، والعائلة ديال السيد اللي توفى كيهبطوا للقبر. حتى لواحد الوقت غادي تسمع الصوت من الداخل ديال الكفن، داك السيد كيكحب وكيبان بحال الا كيتخنق. هاد القصه طرات شحال هادي في واحد الدوار. واحد السيد اللي توفى، العائله ديالو داروا الجنازه، غسلوه، كفنوه، كلشي كان عادي حتى غادي يبداو يدفنوه. ملي كان كيتقرا القرآن ونزلوه للقبر ديالو، هنا غادي يسمعوا الصوت ديالو من وسط الكفن كيكحب وكيقول لهم خرجوني انا مازال حي. فهاد اللحظه الناس اللي كانوا شادينو تخلعوا وطلقوه تما، والناس اللي كانوا واقفين نص فيهم ما فهم والو، وكاين اللي تخلع وكاين اللي هرب كاع. ملي غادي يبداو يحلوا الكفن غادي تصدموا باللي السيد ميت وما كيتحركش. ملي كانوا كيقيسوا القلب ديالو وكيشوفوا واش كيتنفس، السيد ميت موته عاديه. غادي يرجعوا يدفنوه، ولكن من بعد ما دازت واحد المده الناس غادي يبداو يهضروا كيقولوا واش السيد رجع للحياه ومن بعد عاوتاني مات، او لا غادي يكون شي جن اللي سكن الجسد ديالو وهو اللي هضر بلاصتو. وانتوما شنو بان لكم؟ واش بصح يكون شي جني هو اللي تلبس الجسد ديالو وهو اللي هضر بلاصتو، او لا هادي ما عندها حتى شي معنى، غادي يكون غير رجع للحياه ومن بعد عاوتاني رجع توفى؟ كتبوا لي في الكومونتيرات الراي ديالكم.